كنت قاعد لحالي الساعة 2 بالليل عم بتصفح على الإنترنت. فجأة رن تليفوني. الرقم غريب، فضولي غلبني ورديت. ألو، مين معي؟ رد علي صوت مخيف وقال لي. ليش فتحت الباب؟ جمدت بمكاني وقلت له: شو عم تحكي؟ أي باب؟ مين أنت؟ رد علي: الباب يلي تركته مفتوح، الباب يلي وصلني لإلك. قلبي صار يدق بسرعة. سمعت خطوات عم تمشي برا غرفتي. رجعت للتليفون وقلت له وأنا خايف: شو قصدك؟ شو بدك مني؟ المكالمة انقطعت وكل شي حوالي صار ساكت لدرجة مرعبة. دقات قلبي صارت مليون، وفجأة باب غرفتي صار يدق. الطرقات صارت أعنف وأعنف. رجعت للهدوء المخيف. الباب انفتح لوحده ببطء مثل أفلام الرعب. انطفت كل الأضوية. أنا ما كنت شايف، بس حاسس إنه في حدا معي. صار بالغرفة عم بحس بأنفاسه عم تمر من جنبي، وبصوت مرعب همس بإذني وقال لي: إذا بدك توقفنا لازم تواجهنا، ارجع للمكان يلي بلشت فيه. أول شي ما فهمت قصده، بعدين تذكرت الكتاب يلي اشتريته من يومين من باب الفضول. كتاب غريب فيه تعويذات ورسومات ما فهمتها، وكان مكتوب على أول صفحة بخط الإيد: إذا قرأت هذه الكلمات سوف تفتح البوابة. وأنا وقتها قرأتها بسخرية بصوت عالي لما كنت لحالي بغرفتي. وهون فهمت إني أنا السبب. ما كان عندي حل غير أرجع أقرأ التعويذة بالعكس. وبالفعل مع آخر كلمة سمعت صرخة قوية وحادة، وكل شي اختفى فجأة. التليفون انكسر لحاله، والكتاب احترق بدون تفسير. ومن وقتها كل ليلة بحس في حدا عم بيراقبني من زاوية الغرفة.